السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هتكلم معاكم النهاردة عن المرض الغامض الخاص بأثيوبيا أو مرض ماربوغ، وإيه هو الفيروس بتاعه، وإيه السلالة بتاعته، وهل هو فعلا خطر ولا لأ، وإيه تصريح منظمة الصحة العالمية WHO اللي أعلنته. في البداية، هو إيه فيروس ماربوغ؟ الفيروس دوت هو بينتقل بسبب نوع من الخفافيش، هو الخفاش الفاكهة المصري. طيب، هو خفاش الفاكهة المصري ده موجود في مصر ولا موجود في أفريقيا بس؟ لا، هو موجود في مصر وموجود برضو في أفريقيا بس. طيب، السؤال المهم، الفيروس ده موجود هنا في مصر وهو اللي سبب المشكلة وحالة الهلع في المدارس وارتداء الكمامات والفيديوهات اللي شفناها على الإنترنت كتير، ولا لا؟ طبعا هي احنا دلوقتي مفيش تصريح رسمي من وزارة الصحة ان هو موجود فعلا في مصر ولا مش موجود في مصر، واكيد طبعا مش هيتم الاعلان سواء كان موجود او ما كانش موجود. طب احنا هنعرف ازاي؟ هنقول الاعراض بتاعته، والاعراض بتاعته بتبقى شبه يونيك، اعراض فريدة. لو لقيناها عند حد معنى كده الفيروس بالفعل موجود في مصر. طب هو فعلا فيروس مرعب وخطر ويتخاف منه؟ هو إلى حد كبير هو بالفعل كده، لأنه هو بينتمي إلى فصيلة أو نوع فيروسات الإيبولا، أو هو ينتمي لفيروس الإيبولا. طبعا احنا عارفين فيروس الإيبولا وخطورته ومشكلته الكبيرة ونسبة الوفيات عالية. هو مرضه برضه بالفعل كده. طيب، هو انتشر في اثيوبيا؟ هو انتشر في انتشار ليه في اثيوبيا بالفعل. طب احنا بعيد عن اثيوبيا، احنا في بيننا وبين اثيوبيا السودان وفي ما الى ذلك. هقول لك، هي للاسف احنا في عندنا وافدين كتير من جميع انحاء العالم واحنا بلد سياحي، فهي دي المشكلة. طيب، هي نسبة الوفيات في ماربورغ بتوصل لكام تقريبا؟ هي بتوصل لحد 80 و90%. طب أقل حاجة ليها، أقل نسبة ليها لما بتحصل حالة الوفاة بتبقى حوالي 22%. بس العدد طبعا مش بيكون صحيح، لأن يعني أغلبية الانتشار بيبقى في أفريقيا، سواء بقى في الدول المتقدمة أوروبا وأمريكا. لا، الدنيا بتبقى مسيطر عليها والعدد بيبقى كبير، عشان كده في تفاوت كبير ما بين 22% و80 و90%. النسب بتبقى قليلة، يعني عدد المرضى بالفيروس اللي بتعمل لهم الPCR أو التحاليل بيكون عددهم قليل، فعشان كده هوت النسب متفاوتة. طيب، احنا دلوقتي قلنا نسبة الوفيات منه عالية. طب هو فيروس جديد ولا قديم؟ لا، هو فيروس قديم، واكتشف قبل كده هوت في سنة 67. وزي ما قلنا هو موجود في أفريقيا، وخصوصا أنجولا وأثيوبيا وجنوب أفريقيا. بس انت قلت ده الخفاش الفاكهة المصري. هو خفاش الفاكهة المصري ده مش في مصر بس، ده موجود في أفريقيا وموجود كمان في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط كلها. بس هو اسمه كده، يعني اسم الخفاش ده كده، مش مصري موجود في مصر بس، عشان برضو الكلام ما يتفهمش خطأ. طيب، هو دلوقتي بينتقل ازاي الفيروس دوت، وايه هي اعراضه؟ هو بينتقل عن طريق سوائل الجسم. يعني دلوقتي فلان اتصاب او في شخص اتصاب، هينتقل منه الفيروس ازاي؟ هينتقل منه عن طريق سوائل الجسم. ايه سوائل الجسم؟ البول او البراز او القيء اللي هو الترجيع او اللعاب او الافرازات التنفسيه. الافرازات التنفسيه السيلان الانف معاها برضو العطس. انا سمعت لا، ده هو ما بينتقلش بالعطس والكحه. لا، لو هو موجود في الجسم وانتشر وفي السوائل بتاعه بتاعه الجسم منها سيلان الانف مع عطس، لا هينتقل وهينتشر. لان في بعض الكلام، هو طبعا معلوش ابحاث كتير لان نسبه المصابين يعني في قليلين، فشركات الابحاث مش هتشتغل يعني بقدر كبير عليه. هم بقى عاوزين الحاجه اللي طبعا يبقى فيها يعني انتشار كبير، زي مثلا فيروس كورونا والانفلونزا والحاجات ديت، عشان دي اللي بتجيب بروفيت او ربح اكبر، زي ما قلنا قبل كده هو في اكتر من فيديو. طيب، هو دلوقتي هينتقل، ممكن ينتقل كمان من الجثث. ايه ده ثانية واحدة، يعني حد دلوقتي مات بالفيروس ده، ممكن الفيروس ينتقل من الجثث؟
لو حد بيغسله مش واخد إجراءات وقائية هينتقل من الجثة. لو واحد في مستشفى كان عنده الفيروس دوت والحاجات بتاعته، السرير اللي نايم عليه أو الأدوات ما تعقمتش، أو السرير والحاجات الملايات والمخدات والحاجات ديت ما تعقمتش أو اترمت أو اتحرقت، هينتقل لحد تاني؟ اللي بيغسل الجثة لو ما خدش إجراءات وقائية ممكن يتعدي؟ هي دي مشكلته. طيب هو ده فترة الحضانة بتاعت الفرد. دي طبعا طرق الانتقال، ممكن طبعا ينتقل بالمنية عن طريق طبعا الجماع أو العلاقة الحميمة وما إلى ذلك. طيب احنا دلوقتي فترة حضانته بتبقى في الجسم قد إيه؟ طب يعني إيه الأول فترة حضانة؟ هي الفترة ما بين دخول الفيروس الجسم وظهور الأعراض. طب دي المدة قد إيه؟ معك من حوالي يومين لحد 21 يوم أو 22 يوم. دي فترة الحضانة بتاعت الفيروس. طيب هي الأعراض بتاعته إيه؟ قيء شديد، الترجيع، أوكي؟ الصداع الحاد، الضعف والوهن في الجسم، الإسهال المائي. يعني إيه الإسهال المائي؟ يعني بنحمل الحمام زي المية بالظبط، سائل، مفهوش براز، سائل كله مية، كأن الشخص اللي قدامك ده بيتصفى كده زي ما بنقولها بالبلدي. طيب في ايه تاني؟ ألم في البطن طبعا، لأن طبعا مع المية ديت هتلاقي ألم في البطن جامد، سواء المعدة والقولون والأمعاء والمشاكل دي كلها. وطبعا في غثيان، وهيظهر كمان طفح جلدي. طب الطفح الجلدي دوت مش حاجة يونيك، يعني موجود في أكتر من حاجة، لا بس لو معاه إسهال مائي وفي طفح جلدي وظهر في الفترة اللي احنا فيها ديت، ده كده بنسبة 90 إلى 99% ده الفيروس اللي بنتكلم عليه، ماربورغ. طيب في ايه تاني؟ في نزيف من اللثة والأنف. اللثة بتنزل دم والأنف، بس مش وانا ماسك الخلة عملت سنيني نزلت دم يبقى كده ماربورغ، لا، الوضع مختلف. في نزيف طبيعي من غير ما تعمل حاجة ولا تخربش ولا تمسك خلة ولا الكلام دوت، هنلاقي في نزيف دم من الأنف وكذلك برضو من اللثة. وعند السيدات هيبقى كمان ممكن معاها نزيف من المهبل، هتلاقي في نزيف من المهبل والنزيف بيبقى قوي شوية. طيب ايه تاني من الأعراض؟ ظهور دم في القيء وفي البراز. دم في القيء والبراز. طيب احنا قلنا قبل كده البراز اللي عنده شرخ شرجي او بواسير ممكن ينزل دم، لا لو انت ما عندكش شرخ شرجي وبواسير ونزل دم ده مرض. احنا هو بنفرق ما بينه عشان نعرف سواء حد اعلن او ما اعلنش، او عملنا التحليل او ما عملناش، او مساحات الPCR او ما الى ذلك. كده انت عرفت الحاجات اللي لو ظهرت عندك يبقى كده هو الفيروس ده موجود عندك. الإسهال اللي هو بيصفي الجسم، الإسهال المائي، نزيف دم من الأنف واللثة، ووجود دم في القيء والبراز. الثلاث علامات دول لو وجدت ده نادرا ما بتجتمع مع فيروس تاني، إلا بعد شهر طبعا الإيبولا والحاجات المشابهة ليها، إن هو نفس الفصيلة بالظبط بتاعت الإيبولا. طيب ايه العلاج بقى؟ طبعا هو بيأثر طبعا في بيبقى كمان في اصفرار في الجلد والعين، ده برضو احدى العلامات. البياض بتاع العين دوت مبيبقاش ابيض، بيبقى اصفر مصفر زي مريض الصفر، لان هو بيأثر جامد على الكبد. الكبد بيتضرر جدا من الفيروس دوت، فهتلاقي فيه اصفرار في الجلد، ده غير الطفح الجلدي طبعا، والبياض بتاع العين بيبقى اصفر. طيب احنا كده عرفنا الاعراض، وعرفنا دلوقتي بتاع دوت ان دوت الفيروس ده لو الاعراض ديت موجوده يبقى كده هو الفيروس ده مرض. طيب احنا دلوقتي ايه هو ليه علاج ولا ملوش علاج؟ وليه لقاح ولا ملوش لقاح؟ هو لا ليه لا علاج ولا ليه لقاح. اوبا ده الكلام صادم قوي، بس في ناس كتير طلعت طمنتنا. طبعا اول ما بنقول رحمه ربنا واسعه، ده رقم واحد. طيب هو ايه الخطوره بقى منه؟ الخطوره ان فيروس زي ده لو انتشر مع انتشار أوميكرون ممكن ينتج من متحوراتهم فيروس مميت، وانتشاره يكون أكبر شوية. يعني ده انتشاره هنقول محدود من سوائل الجسم بس، لكن لو انتشر زي مثلا فيروس الإنفلونزا، هو منتشر وبينتشر كل سنة، مع كورونا عامل لنا أوميكرون هو اللي سبب المشكلة،
وهو دلوقتي اللي انتشاره الأكبر. تقولي في الفيروس الجديد أو الطفرة الجديدة بتاعت الإنفلونزا اللي اتكلمت عليها، اللي هي ملهاش لقاح إنفلونزا لحد دلوقتي، إن هي ظهرت حديثا. ده موجود، بس هو الاتنين مع بعض لما هيبقى في فيروس مميت مع الفيروس أوميكرون أو أي سلالة من كورونا، ممكن يتحد معاها وينتج متحور وتبقى مشكلة. طب ماربر دوت متحور ولا مش متحور؟ لا، لحد الآن بيقولوا لا. حتى الآن مش هنقدر نقول لا لحد ما يتم. طبعا في أفريقيا والدول وسط أفريقيا ودولة زي مصر لا هيقولوا ولا هيعيدوا ولا أي حاجة. هنستنى لما مريض من دول يروح أوروبا أو أمريكا ويحللوا له طبعا ويشوفوا حصل طفرة أو ميتيشن ولا لا. لكن إن احنا نقول دلوقتي أو لا، ده مش هينفع. طيب، احنا دلوقتي هنشتغل على ايه؟ هنشتغل على تخفيف الأعراض. كده في مريض هنشتغل على تخفيف الأعراض، قلنا لا علاج ولا لقاح موجود ليه. طب تخفيف الأعراض إيه؟ ترطيب الجسم بالسوائل الوردية. ده لازم يروح المستشفى ويتعلق له محاليل. ليه؟ لأن الجسم بيتصفى والسوائل بتنزل منه كلها. هنحافظ طبعا على ضغط الدم، مستويات ضغط الدم تبقى في المعقول. لو عالية هنوطيها، لو واطية هنعليها، تبقى في الرينج المعقول. النقطة التانية مستوى الأكسجين أو تشبع الأكسجين بالدم، ال SpO2. والنقطة التالتة بقى المسكنات، اللي بقى فيه وهن في الجسم وفيه تعب وفيه صداع شديد فهناخد مسكنات. طب العلاج ايه؟ مناعتك رقم 1. تاني، مناعتك رقم 1. تالت، مناعتك رقم 1. ان انت تقوي مناعتك، تحافظ، ناكل اكل متنوع، نبعد عن الحاجات المتهجنة، المواد الصناعية، اللون الصناعي، الحاجات الملعوب فيها وراثيا، المشروبات الغازية، مكسبات الطعم، نبعد عن الفاست فود، الأكل يبقى قدر الإمكان بيتي، نقلل من موضوع الإرهاق، ناخد بريكات لو في ضغط وستريس جامد في الشغل. دي الحاجات اللي نخلي بالنا منها. طيب حصل دلوقتي وحصل الإصابة، احنا قلنا الوقاية خير من العلاج. طب الوقاية ازاي؟ الحاجة اللي هتنفع مع المريض وقرايب المريض في الحالة ديت هو الكحول، تركيز 70%. تركيز 70%. لازم البيت كله أو المكان اللي كان فيه المريض ده يترش كله بكحول 70%. هيموت الفيروس، هيموت الفيروس، مش هينتقل، مش هينتقل. طب الشخص المصاب ده هيتعزل في المستشفى؟ نو واي. وبرضه لو في أي سؤال أو أي استفسار سيبوه لنا في التعليقات وإحنا نجاوب عليه. ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.